عمرك فكرت ازاي الشركات الكبيرة بتحدد تكلفة المنتج اللي بتصنعه؟ ليه فاتورة كهرباء المصنع أحيانا بتتحسب على المنتج وأحيانا لا؟ لو شغال في محاسبة التكاليف أو عايز تفهم أكتر عن مراكز التكلفة وتوزيع التكاليف، الفيديو ده ليه. النهارده هنفك ألغاز التكاليف اللي ممكن تكون بتسمع عنها، زي التكاليف المباشرة والغير مباشرة، الكوست بول والكوست درايفر وحاجات تانية كتير. مستعد؟ خلينا نبدأ. لو ناوي تشتغل فعلا في المجال ده فخلي أول خطوة عملية تكون بالباقة دي: أدوات محاسبة التكاليف، شيتات جاهزة، شرح مصور وتطبيق فعلي يخليك تدخل اي شغل وانت معاك ادواتك. فلو حابب تحصل على الباقه، لينك التواصل هتلاقيه تحت في الوصف او في اول تعليق، وسعرها رمزي جدا مقارنه بالقيمه اللي انت هتاخدها. في محاسبة التكاليف مفيش تفصيلة بتعدي، كل خطوة في الإنتاج وكل مورد بتتعامل معاه بيأثر على تكلفة المنتج النهائي، سواء بقى خامة غالية، التكلفة زادت، ماكينة بطيئة، الانتاج قل، عامل مش مدرب، في هالك اكتر. فمحاسبه التكاليف ديت انعكاس لكل حاجه بتحصل جوه المصنع. بس السؤال هو ازاي بنحدد ايه هي التكاليف المباشره وايه التكاليف الغير مباشره، وازاي بنحسب نصيب كل منتج من التكاليف الصناعيه الغير مباشره، وايه دور مراكز التكلفه، الكوست بول والكوست درايفر في العمليه دي. في الفيديو ده هنشرح ايه هي مراكز التكلفه وليه هي اساس توزيع التكاليف، والفرق ما بين التكاليف المباشره والغير مباشره، وايه هي التكاليف الصناعيه الغير مباشره وازاي بنجمعها في الكوست بول، واخيرا ازاي بنستخدم الكوست درايفر لتوزيع التكاليف على المنتجات. ركز معايا خطوه بخطوه علشان المفاهيم ديت هي العمود الفقري لاي نظام محاسبه تكاليف. مراكز التكلفه او الكوست سنترز. مركز التكلفه حاجه جوه الشركه عايز اقيس تكلفتها مش المنتج النهائي. يعني لو عايز اقسم الشركه لقطاعات، مثلا شركه مقاولات، وعايز احط مراكز تكلفه، وده علشان اعرف تكلفه كل نشاط لوحده. يعني عندي انشطه كتير زي مثلا نجاره، سيراميك، كهرباء وغيرها، فوحدة التكلفة هنا هي المشروع أو المبنى، لكن مراكز التكلفة هي الأنشطة. طيب المعلومة ديت هتفيدني في إيه؟ هتفيدك في حالات زي لو عايز تعمل بادجت أو موازنة تقديرية لمشروع هتشتغله، مثلا تكلفة النجارة كام أو تكلفة السيراميك كام، أو بتفاضل ما بين أكتر من مورد هتشتري منه، أو بتفاضل ما بين أكتر من مقاول ينفذ الشغل. هنا بعمل مركز تكلفة لكل نشاط زي السيراميك، وأي مصروفات تخص السيراميك بسجلها فيه. نفس الفكرة الكهرباء وهكذا، وده بيساعدك تعرف تكلفة كل مركز تكلفة كام. ومركز التكلفة ممكن يكون قسم جوه شركة، منطقة جغرافية، منطقة تخزين، شخص زي البياع مثلا. وخلينا دلوقتي نتكلم عن الفرق ما بين الدايركت كوست والاندايركت كوست. وانت بتحاول تحسب تكلفة المنتج بتاعك دايما بتقابل نوعين من التكاليف، اللي هي التكاليف المباشرة الدايركت كوست والتكاليف الغير مباشرة الاندايركت كوست. طيب التقسيم ده بيتم على اي اساس؟ الفكرة كلها في التراستابيليتي، التتبع. هل تقدر تمشي ورا الفلوس ديت لحد ما توصل للمنتج النهائي؟ مثال بسيط: تخيل انك شغال في الاداره الماليه لشركه شغاله في مجال السوفت وير، وعايزين نقسم تكلفه البرنامج لدايركت كوست واندايركت كوست. الدايركت كوست هنا المبرمج اللي شغال على البرنامج ده، لان انا اقدر احسب المنتج ده اخد قد ايه من وقته بالظبط، كده اقدر اعمل تراسن او تتبع للتكلفه. اما الاندايركت كوست فالمبرمج ده شغال تحت بروجكت مانجر، والمدير ده بيراقب على اكتر من برنامج. هنا البرنامج لازم يتحمل بجزء من مرتب لبروجكت مانجر، بس ما اقدرش اقول البرنامج ده كلفني كام من وقته بالظبط. فطبعا الحل لازم اوزع تكلفه البروجكت مانجر على كل البرامج اللي بيتابعها، وده طبعا يعتبر اندايركت كوست. طيب ازاي نتعامل مع الفاكتوري اوفر هيد اللي هي التكاليف الصناعيه الغير مباشره؟ بنجمع كل التكاليف الغير مباشره في حساب واحد اسمه كوست بول او مجمع التكاليف. بعد كده بنوزعها على المنتجات باستخدام الكوست درايفر او محرك التكلفه. الكوست درايفر او محرك التكلفه يعني الحاجه اللي بتحرك التكلفه او السبب في حدوثها، او بمعنى تاني هو العامل اللي بيتحكم في حجم التكاليف وبيسبب زيادتها، زي عدد ساعات العمل او كميه الانتاج. وشرط اساس التوزيع لازم يكون في علاقه سبب ونتيجه ما بين الكوست درايفر محرك التكلفه والتكلفه. مثال عملي: عندك مصنع فيه 5 خطوط انتاج، وجات لك فاتوره كهرباء ب 1000 جنيه، لو وزعتها بالتساوي يبقى 200 جنيه لكل خط، وده مش عادل. فالحل دور على الكوست درايفر المناسب. في الحاله ديت ممكن يكون ساعات تصنيع هو الكوست درايفر. فلو اجمالي ساعات تصنيع لكل خطوط 2000 ساعه، وخط انتاج رقم 1 اشتغل 500 ساعه، يبقى خط انتاج رقم 1 هيتحمل ب 25% من التكلفه، يعني 52 جنيه. طيب ايه الفرق ما بين مجمع التكاليف الكوست بول وسلوك التكلفة الكوست بيهيفير؟ الكوست بول هو الحساب اللي بنجمع فيه كل التكاليف الغير مباشرة، زي التكاليف الثابتة زي الإيجار والتأمين، وكمان التكاليف المتغيرة زي الخامات الغير مباشرة والكهرباء. أما الكوست بيهيفير أو سلوك التكلفة فهو الطريقة اللي بتتغير بيها التكاليف مع تغير حجم النشاط أو الإنتاج. وفي 3 أنواع من سلوك التكلفة. النوع الأول التكلفة الثابتة،
وديت ما بتتغيرش بتغير حجم النشاط زي الإيجار. فلو بتدفع 1000 جنيه إيجار هتدفعه سواء أنتجت وحدة أو 100 أو مفيش إنتاج خالص. لكن خلي بالك نصيب الوحدة الواحدة من الإيجار بيقل كل ما حجم النشاط زاد، وبيزيد لما النشاط يقل، رغم إن الإيجار نفسه ثابت. يعني التكلفة الكلية ثابتة لكن نصيب كل وحدة منها متغير، وده هو جوهر التكاليف الثابتة. تاني حاجة التكلفة المتغيرة، ودي بتتغير بتغير حجم النشاط زي تكلفة الخامات. فلو الوحدة تكلفتها 10 جنيه فالاتنين تكلفتهم 20 والخمسة 50، يعني بتتغير بنمط ثابت فيكسد باتر. يعني تكلفة الوحدة بتفضل ثابتة والتغير بيكون في الإجمالي بس. يعني إيه؟ يعني التغير حصل في الإجمالي مش في سعر الوحدة. تالت حاجة التكلفة المختلطة الميكسد كوست، هي تكلفة فيها جزء ثابت ما بيتغيرش وجزء متغير بيزيد أو يقل حسب النشاط. زي فاتورة الكهرباء فيها جزء ثابت اللي هو الاشتراك وجزء متغير اللي هو الاستهلاك بالكيلو وات. يعني حتى لو المصنع مقفول الاشتراك هيندفع، ولو اشتغل أكتر الاستهلاك هيزيد، وبالتالي الفاتورة بتكبر. وده بيخلي التكلفة المختلطة محتاجة تحليل علشان نفصل الثابت عن المتغير بشكل مظبوط. طيب لو التكلفة الصناعية الغير مباشرة كتير وبتأثر جامد على تكلفة المنتج، فهنا ما ينفعش نوزعها بطريقة عشوائية زي التوزيع على عدد الوحدات مثلا. هنا بنستخدم أسلوب اسمه الاي بي سي كوستين أو التكاليف على أساس الأنشطة. الفكرة ببساطة بدل ما نوزع التكاليف الغير مباشرة على المنتجات مباشرة، بنوزعها الأول على الأنشطة اللي بتحصل جوه المصنع زي الصيانة، الفحص، التشغيل، وبعد كده بنوزع تكلفة كل نشاط على المنتجات حسب استخدامه. مثلا نشاط فحص الجودة والمنتجات اللي بتحتاج فحص منتج A ومنتج B. المنتج A بيتفحص 10 مرات والمنتج B بيتفحص مرتين بس. إذا منتج A بياخد جزء أكبر من تكلفة نشاط الفحص. طيب ليه نستخدم ال ABC؟ لأنه بيدينا صورة مظبوطة عن تكلفة كل منتج، وبيخلي التوزيع منطقي حسب الجهد اللي اتبذل فعليا لكل منتج مش بالتساوي. هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. في النهاية ده كان شرح سريع لمراكز التكلفة والفرق ما بين التكاليف المباشرة والغير مباشرة، وكمان التكاليف الصناعية الغير مباشرة. في الفيديو اللي جاي هنكمل شرح ال ABC Costing Technique بالتفصيل علشان نعرف ازاي نطبقها بسهولة. طبعا لو عندك أي سؤال سيبه في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية. أشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.